مدفع تقيل جديد، تدريب سري، خبراء أجانب، ركيب مدفعية بمعسكر العمرية. الهدف خمر ونقود. كلمات بسيطة طلعت من جهاز مشفر على مكتب جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي أمان، وصوت الآلة وهو بيطبع الحروف كان بيخترق صمت المكان. لكن الكلمات البسيطة دي كانت إنذار أحمر بالنسبة لهم. والضابط اللي قرأ الرسالة كان اسمه هارون ليفرين، قاعد قدام مكتب معدني عليه جهاز اتصال مشفر كان بيخرق صمت الليل. والضابط كان عينه عن الورق اللي بيخرج من المكنة، بيقرأ كل كلمة بعصبية وإيده بتتهز من القلق. كانت الرسالة قصيرة جدا بس معناها كان مرعب بالنسبة له. كلمات بسيطة لكنها بالنسبة لهم كانت إنذار أحمر. الرسالة بقى معناها إن الجيش المصري بدأ تدريب على سلاح جديد، سلاح تقيل ومش معروف نوعه، وبيتم تدريبه في سرية تامة بمساعدة خبراء أجانب. كأن في حاجة كبيرة بتتجهز على الأرض. والأخطر من كده إن الجاسوس اللي بعت الرسالة بيقول إنه وصل لرقيب مصري نقطة ضعفه الخمرة والفلوس، وده بالنسبة لهم باب ممكن يدخلوا منه لمعلومة أكبر. هارون ليفرين ما ضيعش وقت، رفع السماعة فورا واتصل برئيسه المباشر العميد هارون ياريف، رئيس شعبة المخابرات العسكرية أمان، واللي كان معروف بين الضباط بلقب الثعلب البارد. راجل ما بيعرفش عواطف ولا رحمة، كل اللي همه إن المعلومة توصل له قبل ما غيره يسمع بيها. قرأ الرسالة بنفسه، ولما خلص ضرب بإيده على المكتب وقال دي مصيبة. لو فعلا في سلاح جديد دخل مصر وإحنا ما نعرفش عنه حاجة يبقى دي نكسة استخباراتية. ساعتها كانت التعليمات واضحة وصارمة، ابعت للعميل فورا، خليه يتتبع كل تفصيلة. عايزين نعرف نوع المدفع ومكان التدريب وعدد الأفراد ومين اللواء اللي بيشارك وكل معلومة حتى لو كانت بسيطة. الرسائل طلعت في الحال وبدأوا يجهزوا شبكة متابعة من 3 وحدات، لكن ولا ياريف ولا ليفرين ولا حتى جهاز أمان كله كان يعرف إن اللعبة اتقلبت عليهم، وإن الرسالة اللي وصلت لهم مكتوبة أصلا بإيد مصرية وتحت إشراف كامل من المخابرات الحربية المصرية بالتعاون مع المخابرات العامة، وإن العميل بتاعهم أصلا كان اتقبض عليه قبلها ب 15 يوم، وإن اللي بيحصل دلوقتي مش عملية تجسس إسرائيلية، لا دي عملية تضليل مصرية على أعلى مستوى هدفها كشف الشبكة من جواها. والليلة دي بالتحديد كانت البداية الأذكى وأخطر العمليات اللي نفذتها المخابرات المصرية في تاريخها. تعالوا نبدأ الحدوتة من أول. نرجع بالسنين ورا شوية، تحديدا شهر نوفمبر سنة 1949. محافظة الإسماعيلية كانت المدينة وقتها لسه بتتنفس بعد الحرب العالمية الثانية، وشوارعها كان فيها خليط بين المصريين والأجانب اللي بيشتغلوا في هيئة قناة السويس. في يوم عادي جدا بعد يوم طويل في الشغل، كان الرئيس أحمد السويسي رئيس لانش من لانشات الهيئة راجع لمرساه في آخر النهار، وأول ما قرب من الرصيف شاف زميله وهو بيشاور له وبيصرخ يا ريس أحمد يا ريس أحمد الحق مراتك تعبت جدا وودوها المستشفى. الراجل ساب اللانش من غير ما يربطه وجري بأقصى سرعة، ما حسش برجليه وهو بيجري، كل اللي في دماغه ساعتها مراته وولاده. وأول ما وصل للمستشفى سمع الخبر اللي خلى كل التعب يطير، مراته ولدت وجابت له اول مولود ولد. قلبه طار من الفرح وقال وهو بيضحك هسميه عاطف احمد محمد زايد. كانت لحظه بدايه لحياه طفل مصري عادي، لكن القدر كان كاتب له مصير اعقد من اي حد يتخيله. كبر عاطف في بيت بسيط، ابوه دايما مشغول في الشغل وامه على طول عندها مسؤوليات البيت والعيال اللي بيزيدوا سنه بعد سنه. بعد عاطف جت هناء وبعدها متيح وبعدها شوقي اللي اتولد بمتلازمه داون، والبيت كله بقى مشغول بيه بمحاوله العلاج والسفر والدواء. في وسط الزحمه دي عاطف اتساب لوحده، محدش كان بيساله عامل ايه ولا محتاج ايه، لكن ربنا انعم عليه بعقل متفتح وموهبه نادره. الولد كان بيحب الدراسه خصوصا الرسم، كان بيقعد بالساعات بيرسم سفن القناه واللانشات ووشوش الناس اللي بيشوفها في الشارع. مدرسينه في المدرسه الصناعيه كانوا دايما بيقولوا الولد ده موهوب، عنده خيال واسع ونفس طويل في الشغل. لكن في البيت محدش كان شايف ده، لا كان بيسمع كلمه تشجيع ولا حتى كلمه برافو يا ابني. وكل ما الزمن يعدي الاهمال يزيد والولد ينطوي اكتر واكتر. في الوقت اللي اهله مش شايفينه كانت شابه من الجيران جميله وهاديه اسمها كاميليا شايفاه، بنت من زميلات اخواته البنات، وكانت بتزورهم في اوقات كتير جدا. ابتسامه واحده منها كانت كفيله تخلي قلب عاطف ينسى كل الوجع اللي جواه. اتعلق بيها وبدا يحس لاول مره انه ممكن يكون محبوب وان في حد شايفه بجد. ومع الوقت بدا يقرب منها، ولما جمع شجاعته قال لها بكل صدق انا بحبك يا كاميليا وهتقدم لك اول ما اخلص دبلومي وادخل الجيش واخلص خدمتي. وسكتت، بس سكوتها بالنسبه له كان موافق. وفعلا خلص عاطف دبلوم المدارس الصناعيه سنه 1966، وكان شايف الحياه اخيرا بدات تضحك له. اول السنه اللي بعدها يناير 1967 اخذ ورقه وراح منطقه التجنيد في الزقازيق، وكان كله حماس. لبس بدلته الكاكي وشعره اتحلق، والكل بيتمنى يرجع بعد سنتين بثقه الراجل اللي خدم بلده. اتوزع على سلاح المدفعيه وبدا مركز تدريب. كل حاجه كانت ماشيه عادي لحد ما الدنيا اتقلبت في مايو 1967. الاذاعات بدات تعلن عن حاله طوارئ، الجو كان مشحون والراديو كان بيتكلم عن الجيش
الجيش الإسرائيلي بيستعد للهجوم، وعن القيادة المصرية جاهزة ترد وكله متحفز. عاطف كان لسه شاب صغير، كل اللي كان شاغل باله إنه ينزل أجازة يشوف كاميليا، لكن كل الأجازات اتلغت والوحدات اتحركت. وفي 5 يونيو 1967 اليوم اللي ما تنساش في تاريخ مصر، اتفتحت السماء على النار. أول طلعات جوية إسرائيلية نزلت زي السكاكين على المطارات المصرية، وبعدها بساعات قليلة كانت القوات بتنسحب. الجنود اتحاصروا بين نارين والدنيا كانت جحيم، الأوامر متضاربة وما كانش فيه غطاء جوي وما كانش فيه خطة انسحاب. عاطف واقف على ضفة القناة الشرقية شايف الدنيا بتولع قدامه وبيسأل نفسه أعمل إيه؟ في اللحظة دي القرار جواه اتولد من الخوف. وصل للبيت في الإسماعيلية بعد أيام طويلة من الهروب، وشكله كان بيحكي كل حاجة من غير كلام. أمه وإخواته وقعوا عليه من الفرح والدموع نازلة من عينيهم. سألته أمه رجعت إزاي؟ فين زمايلك؟ لكن هو ما جاوبش. دخل أوضته وقفل الباب وقعد لوحده في صمت طويل. في الناحية التانية كان أبوه الرئيس أحمد لسه بيروح ويجي مع المخابرات الحربية، وكان بيساعدهم في تجميع الجنود الشاردين، وكان مع ضابط اسمه المقدم طارق واللي هيجي اسمه بعدين في الحكاية تاني. والأب كان بيسأل على ابنه في كل طلعة. حد شاف عاطف؟ بس الإجابة دايما كان لسه ما رجعش. عاطف عاش بعدها في عزلة طويلة، مكتئب ومنغلق وحاسس بالهزيمة من جواه، مش بس كجندي لكن كإنسان. وبعد فترة قرر يخرج. أول خطوة كانت ناحية البيت اللي جنبه، بيت كاميليا. راح وشافها وحكى لها اللي حصل وقال لها بصراحة أنا مش راجع الجيش تاني. ردت عليه بحدة غير متوقعة، يعني إيه مش راجع؟ اليهود على بعد خطوة وزمايلك بيموتوا وأنت هتقول مش راجع؟ هتستخبى؟ الكلمات دي نزلت عليه زي الرصاص. سكت ودموعه نزلت وهو مش قادر يرد. تاني يوم مع أول ضوء الفجر لبس بدلته العسكرية، خد بعضه وراح معسكر الجنود الشاردين في إسماعيلية يسلم نفسه. وقابل أبوه هناك. أبوه ما كانش مصدق، حضنه وقال له رجعت يا ابني الحمد لله، لكن اللي محدش يعرفه إن الرجوع ده طريق هيبدأ بالجندية وهينتهي بالجاسوسية، وهيخلي اسم عاطف أحمد زايد واحد من أغرب الملفات اللي دخلت أرشيف المخابرات المصرية. بعد ما عاطف سلم نفسه للوحدة الأمور ظهرت إنها ماشية طبيعي، لكن جواه ما كانش فيه أي هدوء. كان تايه، حاسس إنه خسر كل حاجة، حلمه، كاميليا، كرامته، وإحساسه بنفسه. رجع خدمته في سلاح المدفعية، بس الروح ما كانتش موجودة. مفيش تركيز، مفيش حماس، مفيش حتى رغبة إنه يثبت نفسه. اللي كان زمان بينادوله الرسام العبقري بقى بيتوصف بكلمة واحدة، اللامبالي. قائده المباشر ساعتها الرائد عادل المليجي حاول كتير يرجعه للطريق الصح. الراجل كان شايف فيه معدن طيب وموهبة تستحق فرصة. كلمه كذا مرة وقال له يا ابني البلد محتاجاك ودي مرحلة وهتعدي، شد نفسك. لكن عاطف كان في عالم تاني، عالم مليان مرارة وذكريات وجع. حتى لما ادى المليجي مسؤولية مرموقة في الوحدة، مسؤول عن رسم الخرائط داخل غرفة العمليات، عشان يحس ان القيادة لسه واثقة فيه، فضل برضه غايب عن الوعي، مقصر ومهمل وبيسرح بالساعات. وفي يوم بعد سلسلة طويلة من التنبيهات والجزاءات اتقال له القرار اللي كان بالنسبة له كابوس، تحويل الجندي عاطف أحمد زايد للمحاكمة العسكرية بتهمة الإهمال والتقصير. كلمة لوحدها كانت كفيلة تخليه ينهار، وهو عارف يعني إيه محكمة عسكرية، خصوصا في زمن الحرب. عقوبات ممكن توصل للسجن لسنين طويل. في الليلة اللي عرف فيها الخبر قعد على سريره وماسك راسه بإيده، وعقله كان بيغلب أفكار سودة. هتسجن، حياتك هتضيع. وفجأة فكرة غريبة بدأت تكبر جواه زي دخان بيملى المكان. طب ما تهرب، اهرب واختفي. بس تاني لحظة صوت تاني جواه قال له وتهرب فين؟ مصر كلها جيش ومخابرات، هتفضل تجري العمر كله؟ فضل الصراع جواه ساعات طويلة لحد ما كان صوت الشيطان أقوى. في حل تاني، تهرب بس مش جوه مصر، تهرب لإسرائيل. الفكرة في الأول كانت جنون، بس بدأت تاخد شكل في دماغه. هو عارف كل حاجة بحكم شغله في الخرايط، أماكن تمركز القوات، حقول الألغام، والثغرات اللي ممكن يعدي منها. فراح لبس بدلته وطلع من الخندق كأنه رايح لدورية عادية، ماشي بخطوات محسوبة، عينه في الأرض لحد ما خرج بره حدود الوحدة. وبعدها جري ناحية القناة، مفيش صوت غير نفسه. رمى نفسه في القناة، عدى ووقف على الضفة الشرقية، وشه مبلول ومغبر. فضل ماشي في الصحراء ساعات طويلة لحد ما وصل على طريق أسفلت بيوازي القناة. سمع من بعيد صوت عربية جاية، كانت دورية إسرائيلية فيها جنديين. وقف في نص الطريق ورفع فلنته البيضة وبدأ يشاور بيها. العربية وقفت على مسافة والجنديين نزلوا من العربية وأسلحتهم موجهة عليه. رفع إيده وقال بالعربية المكسرة أنا جندي مصري جاي أسلم نفسي. ربطوه وغموا عينيه ورموه في أرضية العربية واتحركوا بيه بسرعة ناحية أقرب وحدة عسكرية إسرائيلية. في الوقت ده على الضفة التانية في مصر الجنديين اللي كانوا بيحرسوه في الوحدة لاحظوا اختفائه. البلاغ طلع فوري، الجندي عاطف أحمد زايد هرب. قائد الوحدة عادل المليجي اتصدم، بلغ المخابرات الحربية في الحال، واللي بدورها كلفت قصاص أثر من بدو سينا يتتبع الأثر. بعد ساعات طويلة من التتبع القصاص وقف على الشط وقال وهو بيبص للأثر الخطوات دي انتهت هنا. الراجل ده نط في المية. الأثر كان واضح، أثر حذاء جيش مصري. بالنسبة للمخابرات الحربية عاطف كان في اللحظة دي مازال كان مجرد جندي هارب، مفيش أي دليل إن هو سلم نفسه للعدو ولا حد تخيل إن هو هيبقى جاسوس. أما عن الجانب التاني في إسرائيل كان المشهد مختلف تماما. العربية اللي كان فيها
فيها عاطف وصلت المعسكر، نزلوه مربوط وعيونه متغميه ورموه في اوضه صغيره تحت الارض. ساعات طويله عدت من غير اكل ولا شرب ولا كلمه، لحد ما الباب اتفتح ودخل ضابط يتكلم بالعربيه بس بلهجه شاميه واضحه. اسمك ايه؟ عاطف احمد زايد. رقمك العسكري ووحدتك فين؟ بدأ تحقيق قاسي جدا، اسئله وتهديدات، صوت عالي وضرب على الترابيزه. وبعدها دخل ضابط تاني هادي جدا، صوته ناعم وابتسامته محسوبه. ازيك يا عاطف؟ انا اسمي ابو زهير. قعد جنبه وقال له قول لي بقى انت ليه جيت هنا؟ رد عاطف بصوت واطي عشان انتوا اللي كسبتوا الحرب وانا خلاص ماليش مكان في جيش. ابتسم ابو زهير ابتسامه صغيره وفيها خبز وقال له جميل، يبقى احنا اللي هنوفر لك المكان اللي تستحقه. ومن هنا بدأت اللعبه الحقيقيه. تحقيقات وسعت وفحوصات نفسيه واختبارات كشف كده. الموساد وامان كان لازم يتاكدوا اللي قدامهم ده مش طاقم من المخابرات المصريه. وبعد ايام طويله من الاختبارات والتحقيقات تاكدوا ان فعلا هرب من نفسه قبل ما يهرب من بلده. هنا بدا ابو زهير يطبق عليه خطه غسيل الدماغ. خلوه يشوف اسرائيل اللي في الكتب مش اللي في الحرب. شوارع نظيفه، مطاعم، حياه مدنيه فيها حريه وامان وشعب عايش. قعدوه على الكافيهات ووروه تل ابيب وقارنوا له بين بلدهم وبلده. بص عندنا الكهرباء مش بتقطع، بص الطرق عامله ازاي، بص الناس بتضحك من غير خوف. الهدف كان واضح، يزرعوا جواه ان عدوه ارحم من اهله وان اللي باعوه هناك اشتروه هنا. بعدها بايام بداوا يلعبوا على الجرح الاضعف جواه. كاميليا قالوا له هنا ممكن تحب وتتجوز وتعيش، هنا محدش هيقلل منك. الكلام نزل عليه زي المخدر، ومع الوقت بدأ يصدق. وبعد ما ضمنوا ان هم سيطروا عليه نفسيا دخلوه مركز تدريب الجواسيس. المكان ده ما كانش معسكر عادي، ده كان مدرسه كامله في صناعه العملاء، اطباء نفسيين، ضباط تحقيق وارسال واستقبال الرسائل. اتعلم ازاي يجمع المعلومه من غير ما يلفت نظر حد، ازاي يسحب الكلام من الناس، وازاي يكتب بالحبر السري ويفك الشفرات ويتعامل مع الراديو المشفر ويخبي الفلوس في ابسط الحاجات. اتعلم يفرق بين انواع المدافع والدبابات، بين طيارات الميج والميراج، بين زي الجيش المصري والجيش السوري. وفي اخر مرحله ليه كان لازم يتعلم الشخصيه الجديده اللي هيعيش بيها. اختاروا له هويه مزيفه، احمد يوسف الفهد، شاب اردني جاي مصر يدرس في كليه فنون الجميله في اسكندريه. جهزوا له جواز سفر اردني مزور وعلى عادات الشوام وتقاليدهم. ابو زهير قعد معاه بنفسه وقال له اسمع يا عاطف، حياتك القديمة انتهت، من النهاردة انت أحمد الفهد. الرسائل اللي هتبعتها لنا لازم تبدأ بجملة واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم. لو جات لنا رسالة من غيرها يبقى نعرف انك وقعت. وسلموا رواية قديمة اسمها يوم من عمري، وقال له كل الشفرات اللي هنبعتها لك هتلاقي فكها جوه الرواية دي. واداله تردد راديو معين عشان يسمع التعليمات، وقال له الفلوس اللي انت محتاجها هتوصل لك بطرق مختلفة. قبل ما يتحرك من إسرائيل اداه أبو زهير كرتونة صغيرة فيها جزمة جديدة، وقال له بابتسامة شيطانية في كعب الجزمة 250 جنيه، مصروفك أول ما توصل مصر. خطة السفر كانت دقيقة، من تل أبيب لأثينا، ومن أثينا لروما، وهناك هيستلم جواز السفر الأردني الجديد، ومن روما للسودان، ومنها يدخل مصر كأنه طالب عربي. كل حاجة كانت ماشية زي الساعة لحد ما حصلت أول غلط في مطار القاهرة. أول ما عدى من البوابة المفروض يقطع جواز السفر الأردني وبيتعامل بشخصيته المصرية القديمة، لكن لا، احتفظ بالجواز وسجل في فندق لوكاندا النيل في شارع عماد الدين باسم أحمد يوسف الفهد. أول غلطة قاتلة. وبعدها بكام يوم سافر على اسكندريه ولسه بيتكلم باللهجه الشاميه ومحتفظ بالجواز المزور، ودي الغلطه الثانيه. وفي حي كيلوباترا لقى شقه للايجار وسكن فيها على اساس ان هو طالب اردني، ودي الغلطه الثالثه. الغلطات دي كانت كفيله انها تكشف، بس القدر وقتها قرر يدي اللعبه وقتها الكامل. وفي نفس الوقت كان ضابط من المخابرات العامه المصريه في المطار بيراجع صور المطلوبين والجنود الهاربين. عينيه وقعت على وش شافه قبل كده، قلب الصور بسرعه لحد ما لقى التطابق. ده هو الجندي الهربان عاطف زايد. البلاغ طلع فورا للمخابرات الحربيه. الهدف دخل مصر بجواز أردني مزور، ومن هنا بدأت عملية المتابعة الصامتة. اتحطت كاميرات واتفتحت ملفات واترسمت دوائر المراقبة حوالين بيته وحوالين أهله وحتى حوالين كاميليا القديمة. المخابرات كانت عايزة تعرف هو بيعمل ايه بالظبط وبيبعت لمين وبياخد أوامره من مين. في الوقت نفسه عاطف كان في قمة نشاط، بيتحرك كل يوم من الصبح لآخر الليل، بيجمع معلومات عن الأسطول الروسي في المينا، عن مواقع الدفاع الجوي، عن أي حاجة ليها علاقة بالجيش المصري. وفي نهاية اليوم يرجع بيته ويكتب كل حاجة بالحبر السري ويحط الرسالة في ظرف ويبعتها على عنوان في فيينا. المخابرات كان بتراقب كل صندوق بريد في المنطقه، بس هو كان دايما سابق بخطوه، لحد ما في يوم الحظ قرر يغير الاتجاه والصدفه تبقى سلاح المصريين. واحد من الجوابات اللي كتبها بالحبر السري وقع في ايد ضابط مصري اثناء تفتيشه في مكتب البريد. فتح الجواب ولاحظ اللمعه الخفيفه اللي على الورق، فك الشفره وقرا الكلام. المعلومه كانت صغيره، لكن الاهم من ده كله انهم عرفوا ان الجاسوس في اسكندريه وانه بيكتب بالحبر السري فعلا. ومن اللحظه دي الموضوع خرج من مرحله المراقبه ودخل في مرحله الصيد. بعد ما الجواب السري وقع
وقع في ايد ضابط البريد الدنيا كلها اتقلبت. الموضوع ما بقاش لعبه مراقبه بسيطه، بقى في احتمال ان الشبكه كلها مرصوده ووقت القبض قرب. المخابرات الحربيه اتجمعت واتعمل فريق من رجاله عندهم خبره في الصيد، مش صيد سمك، صيد جواسيس. ابتدوا يرموا شباكهم حوالين الشقه اللي في حي كليوباترا، حطوا مراقبه 24 ساعه، كل واحد منهم بيحسب انفاس الناس اللي بيدخلوا ويطلعوا. والرجاله دول كانوا بيتفرجوا على باب الشقه كانه مش باب بيت، ده باب قفص. الفكره كانت بسيطه وعبقريه في نفس الوقت، ما تعلنش عن القبض من غير ما تكون متاكد ان معاك الشبكه كامله، لانك لو قبضت على واحد وسبت التانيين ممكن يهربوا او يدفنوا الادله، واحنا كنا محتاجين نشيل الشبكه من اولها لاخرها. فابتدوا يعملوا اختبارات عشان يعرفوا مين بيتعامل مع مين، مين اللي بيبعت له ومين اللي بيوصل الرسائل. راجعوا كل صندوق بريد بيستخدمه، كل محل رسم فيه عاطف لوحه وبحث، كل قهوه قعد فيها، وكل راجل صغير قال له انت بتعمل ايه هنا. وفي يوم العقل ما ينفعش يغلط، شافوا طريقه متكرره، الرسائل بتتكتب بالحبر السري وبتتحط في ظرف وبعدها بتتحط في صندوق بريد معين، لكن الصندوق ده بيسافر بيه الراجل لعنوان في فيينا. واحد من الضباط لاحظ ان الراجل اللي بيشتغل في مكتب البريد هو بنفسه اللي باع لوحه لعاطف من يومين، وده ربط النقط ببعضها. من هنا اتفقوا ان الوقت جه ان هم يخشوا الشقه. الكمين اتحضر بدقه، حد من الضباط دخل من باب الشقه من غير ما يخبط، لقى جتالي بارتيشن فيه رسومات والوان ناشفه على الحيط وورق مطبعه، وفي زاويه تانية في جهاز شفره مدفون في صندوق قديم. كل حاجه مترتبه بعنايه، رسومات واظرف وجواز السفر الاردني المزور، والسطر اللي قلب الحكايه قصه مكتوبه بالحبر السري، وفك شفرته بتطلع احداثيات اماكن ومواعيد. القبض عليه تم في ثواني. وفي جلسه التحقيق المخابرات دخلت بذكاء مش بالقوه بس، حاولوا يعرفوا مين وراه، مين اللي كان بيدفع له الفلوس ومين اللي كانوا متعاونين من جوه البلد. عاطف كان في اول لحظه تايه، بس بعد الضغط النفسي الراجل بدا يحكي ارقام تليفونات سريه، عناوين صناديق البريد، واسماء ناس كانوا بياخدوا منهم معلومات من غير ما يحسوا. العمليه اللي بدات بجمع رسائل صغيره انتهت بشبكه كامله في قفص، ومعاهم كمان ضابط اسرائيلي متنكر ديفيد موسى هارون اللي دخل مصر متنكر بجواز فرنسي، اللي كان المفروض يرجع لتل ابيب وهو فرحان بفوائده، لكن الوقعه كانت اكبر من كده. بعد اعترافات عاطف المخابرات المصريه قدرت تلم وتفرش الشبكه كلها على الترابيزه، عملاء محليين، صناديق بريد متبادله، ومجموعه من الناس ان كان هدفها تجمع المعلومات عن مواقع حساسه، اسطول، قواعد، ودفاع جوي. وبدات اجراءات المحاكمه العسكريه، محكمه عسكريه في زمن حرب مش زي اي محكمه، اوراق الاجراءات كانت جاهزه والقراءه كانت سريعه، والقرار كان قدام اعين الناس. الخيانه جريمه ومفيش فيها تهاون، وقالوا للقاضي الملف ده فيه ادله كافيه. وكان عاطف واحد من المتهمين الكبار اسمه اتذاع، ووشوش الاهالي اتقابلت بين حزن وعار واندهاش. في الجلسات ناس كتيره دخلت كشهود، ضباط من المخابرات، اصحاب بريد، ناس من المينا، واحد من الجيران. وجه والد عاطف وشه كان مليان ندم باللي ابنه وصل ليه، واتحكم على عاطف. والحكم كان صارم جدا لان القضيه كانت في زمن حرب، والجنود اللي خانوا او سلموا معلومات للعدو مصيرهم المحكمه العسكريه. الاحكام مش بتتاخر، خصوصا لما الادله تكون واضحه والعدو واضح. بعضهم نال اقصى العقوبات، لكن الحكايه ما وقفتش عند الحكم بس، كان في بعد انساني لازم يتقال. عاطف وقفت في طابور الحزن، وابوه الريس احمد كان وحيد في ليلته، والموضوع فتح نقاش كبير. ازاي نراعي الجنود نفسيا، وازاي نوفر دعم اجتماعي للجنود اللي بيتكسروا، ازاي نمنع الفراغ انه يتحول لمدخل للعدو. الدرس ده كان اهم حاجه في الحكايه، ان الامن القومي مش مجرد اسلحه، هو كمان انساني. لو البيت ما عملش، لو المجتمع ما عملش، لو القاده ما شافوش، ممكن نلاقي نفسنا بنعالج اثار الخيانه بدل ما نمنعها. مبدئيا المخابرات المصريه بعد العمليه دي عدلت في بروتوكول التعاون مع الجنود الشاردين، ضعفت برامج الدعم النفسي، وبدات تدي اهتمام اكبر للتجنيد والتعليم، وخلوا جهاز المخابرات العامه يشتغل جنب الحربي في متابعه نوايا الناس مش بس تحركاتهم. ونقطه تانية مهمه ظهرت في القضيه دي، ان اللعب بعواطف الناس خطر جدا، والعدو بيعرف يمسك الابره في مكان حساس. اسرائيل لعبت بعاطف الامان، الفرصه للحب، الحياه المدنيه، والوعد بالفلوس. ودي رساله واضحه لاي حد بيحاول يلعب بعواطف ولاد البلد، يبقى جاهز يشوف اللي مش هيتوقعه. السطر الاخير في ملف القضيه كان درس كبير، ممكن اللي اتخان يرجع في نص الطريق، لكن الرجوع مش بيساوي اللي اتعمل. في نفس الوقت المجتمع لازم يدي فرصه لاصلاح النفس، لان الوقايه خير من العلاج. بعد شهور، بعد ما النفوس هديت، الكل رجع للحياه بس بعيون تانية. ولو رجعنا تاني نفكر في رساله المدفع التقيل اللي بدات في المعسكر في تل ابيب، هنلاقيها فعلا كانت طعنه استخباراتيه محبوكه، لكن ورا كل محطه في القصه دي كان في قرارات بتقلب مصايب. عاطف واحد منهم. في الاخر الحكايه دي بتعلمنا حاجات كتير، ان العلم والمعرفه مش كفايه، لازم نخليها في ايد امينه، لازم نهتم بالبني ادم، لازم نخلق نظم تمنع الفجوات اللي بيجي منها العدو، وفي نفس الوقت لازم نقف بقوه قدام اي محاولات للخيانه، لان الامن ده اساس وجود البلد كلها. وبعد ما القصه اتقفلت وقضوا على الشبكه، اشتغلت اجهزه الدوله انها تمنع تكرار حاجه زي كده. كده تبقى الحدوته خلصت، بس الحكايات لسه ما بتخلص. ولو وصلت لاخر الحلقه اعمل لايك وشير
وشير عشان يوصل لغيرك، ولو لسه ما اشتركتش اشترك وفعل الجرس عشان يوصل لك الحلقات الجايه. دعمك بيفرق وبيخلينا نكمل.